مشاهدي الأعزاء مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي العقيدة والقرآن. منذ 15 قرنا أطلق التحدي في وجه العالم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وفي هذا السياق يقول الله عز وجل في محكم كتابه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق الله العلي العظيم. هو الكتاب الإلهي الذي أنزل على الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كلمة كلمة، حرفا وحرفا، كله من عند الله. هذه هي عقيدتنا الإسلامية في القرآن. ولكن في المقابل هناك طرح يبدو نوعا ما غريب، حيث يقول إن القرآن من خلق النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ونتاجه وثمرة لتجربة نبوية خاضها الرسول الأكرم. ولأن هذا الطرح يمس عمق عقيدتنا وفهمنا للوحي، لذلك سوف نضعه اليوم إن شاء الله على مشرحة البحث والتحقيق، ودائما مع فضيلة العلامة الشيخ حسين الخشن أستاذ الدراسات العليا بالمعهد الشرعي الإسلامي ضيفنا اليوم. وأيضا على الراغبين بالتواصل معنا ما عليهم إلا الاتصال على الأرقام التي سوف تبين بعد قليل على الشاشة، ونأمل إن شاء الله أن تكون الأسئلة والمداخلات من صلب الموضوع. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ، حياكم الله. بداية سماحة الشيخ، ونحن مع هذا الطرح الذي يبدو نوعا ما غريب. طبعا هذه النظرية، نظرية خلق القرآن، في بعض تفاصيلها تبدو غريبة نوعا ما ومخالفة للمألوف. لعل هذه النظرية منسوبة للدكتور عبد الكريم سروش. طبعا سماحة الشيخ، هذا الطرح في بدايته يقول إن الوحي هو عبارة عن إلهام، هو عبارة عن تجربة خاصة تجلت للنبي الأكرم، مثل تجربة العرفاء والشعراء. طبعا عند الأنبياء يخوضونها بدرجة أسمى. يعني هذا الطرح سماحة الشيخ، يعني بداية هل ينسجم مع النظرية العامة في صحة أو في جوهر الوحي، أم أنها نظرية مخالفة أو يعتبر اجتهاد جزئي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذه النظرية التي طرحت في الآونة الأخيرة هي نظرية باعتقادي غير محكمة البنيان، بل تجد أنك أمام دعاو لا حجية لا برهان عليها. يمكنك أن تصفها بأنها دعاوى فارغة من المضمون العميق، ولهذا قد يمكنك أن تستغرب أن يتم طرح مسألة بهذه الخطورة وبهذا الحجم تتناول قضية جوهرية، وهي قضية الوحي والتشكيك في انتساب القرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الأمر الذي تسالم عليه كل المسلمين منذ القرن الأول وإلى يومنا هذا، أن يتم تناول هذه القضية بطريقة ليست محكمة ولا مبرهنة بشكل يبعث على الوثوق والاطمئنان. الأمر الذي فتح الباب أمام الكثير من الأسئلة والإشكالات، سواء الأسئلة عن الخلفيات أو عن غيرها. ونحن ليس من شأننا الدخول في قراءة النوايا، جميل، ولسنا في مقام إصدار أحكام قضائية، فهذا له مقامه، ولا سيما وأننا من المدرسة التي ترفض التهجم
والتسرع في إصدار الأحكام التي تتصل بالتكفير أو ما إلى ذلك. لهذا نترك هذه المسألة إلى أهلها. نعم. ويهمنا أن نتطرق إلى الفكرة لنرى أن الفكرة هل هي صحيحة أم لا. قد تقول لي إنك في مستهل كلامك أصدرت حكما على أن هذه الدعاوى لا تعتمد على البرهان، فما هو البرهان على صحة مدعاك؟ نعم. وأقول هذا حق، وسوف نحاول بما أتيح لنا من وقت أن نتناول المهم من هذه النظرية والجوهر، وإلا قد يحتاج الأمر إذا أردنا التفصيل والإسهاب يحتاج إلى أكثر من حلقة، وإنما نكتفي كما قلت بالإشارة إلى الجوهر. نعم. جوهر هذه القضية يتصل بتقديم رؤية مغايرة عن الوحي. فالوحي هو تجربة، هو إلهام على طريقة الإلهام الذي هكذا يقول صاحب هذه النظرية، وتجربة إنسانية، هو إلهام كالإلهام الذي يحصل لدى العرفاء أو الشعراء. لا فرق بين الأمرين إلا في أن النبي يخوض هذه التجربة بطريقة أسمى وأرفع مما عليه الحال لدى الشاعر أو لدى العارف. يعني بمعزل عن الوحي سماحة الشيخ، هذه المسألة تنم عند النبي. هذا نص كلام صاحب هذه النظرية. نعم. قل إن الوحي إلهام وهو التجربة التي يخوضها الشعراء والعرفاء، وإن كان النبي يخوضها بدرجة أرفع وأسمى. هذا كلام واضح. في تقييم هذا الكلام لابد أن نتوقف عند هذه المقايسة بين الوحي والشعر، وبين الوحي والعرفان. فهل هذه المقايسة صحيحة أم لا؟ نبدأ بالمقايسة التي أقامها صاحب هذه النظرية بين الإلهام الشعري وبين إلهام الوحي. فنقول إن هذه المقايسة غير صحيحة إطلاقا. أن يقال إن الوحي هو التجربة التي يخوضها الشاعر، وإن كانت تجربة النبي أسمى وأرفع، هذا كلام لا يمكننا أن نقبله لاعتبارين. نعم. الاعتبار الأول أن هذا القياس كما يقال هو قياس مع الفارق، لأن الشعر هو إلهام داخلي لدى الشاعر. الشاعر الذي يمتلك مخيلة شعرية وذائقة شعرية وقريحة شعرية ينتج شعرا، فهذا الشعر هو منتج داخلي من خلال هذه القريحة الشعرية، من خلال هذه الذائقة الأدبية التي يمتلكها الشاعر والأديب. أما الوحي فهو يلقى على النبي، ليس منتجا داخليا يأتي من خارج داخل النفس الإنسانية. هكذا يزعم المسلمون بل أتباع الديانات كلها. نعم. وهذا ما يؤكده القرآن الكريم طبعا، ونحن إنما نستدل بالقرآن لأن صاحب هذه النظرية لا ينكر القرآن. نعم. يريد أن يضفي على القرآن لمسة معينة، لمسة بشرية. نعم. هو لا ينكر القرآن، فلنقرأ القرآن، فليكن القرآن هو الفيصل والحكم بيننا وبينه. نعم. هل أن القرآن يساعد على هذا التفسير في آياته الذي وازن أو قارن بين الشعر والقرآن؟ القرآن الكريم لا يساعد على ذلك إطلاقا، فالقرآن الكريم يقول بلسان عربي مبين. نعم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، أي أن ثمة
شخصا قدرة قوة من خارج النبي توحي إليه تعلمه هذا الوحي. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. فإذا لا يمكننا أن نقيس الوحي بالشعر. الشعر هو منتج داخلي للإنسان الذي يمتلك قريحة شعرية، بينما الوحي هو إلقاء خارجي وإلهام من خارج النفس البشرية. هذا أولا. ثانيا، الفارق الآخر بين الشعر والوحي أن الشعر كما نعلم يعتمد على الخيال الواسع، ويستخدم أساليب المبالغات الكثيرة التي تبتعد عن الحقيقة وعن الواقع. ومن هنا قيل إن الشعر أكذبه أعذبه، بسبب أنه يعتمد هذا الأسلوب الخيالي. في لدى الشاعر خيال خصب يجعله يحلق في عالم الآفاق بعيدا عن عالم الواقعيات في كثير من الأحيان. هذا هو الشعر. بينما الوحي يعكس الحقائق التكوينية فيما يتعلق بالكون والسماوات والأرض والقمر والنجوم. لاحظ كل الآيات التي تتحدث عن هذه الظواهر التكوينية لا نجد أن ثمة مبالغات أو أن ثمة خيالا ما. نجد آيات مباركة تتحدث عن حقائق تكوينية، وإن كان في سياق الحديث عن الهداية، أو حقائق وجودية كالحديث عن الله عز وجل، عن وحدانية الله عز وجل، عن يوم القيامة، أو حقائق تاريخية كالحديث عن قصص الأنبياء، قصص لوط وموسى وما إلى ذلك. نجد أن ثمة حديثا بلغة الأرقام ولغة الحقائق، وحديثا جديا رصينا بليغا، وليس حديث مبالغات. حديث بليغ صحيح، لكنه ليس حديثا يعتمد المبالغات كالمبالغات الشعرية. ونحن قد لاحظنا أن القرآن الكريم نفسه قد ذم الشعر الذي يعتمد أصحابه على الخيال ويبتعدون عن الحقيقة ويبتعدون عن الواقع. قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إلى آخر الآيات. فالقرآن إذن هو قد ذم هذا النمط من الشعر الذي يبتعد عن الواقع ويحلق في الخيال الكاذب، الخيال المخادع، والذي يخرج الإنسان عن الواقع. ومن هنا أيضا نجد أن القرآن الكريم يعني يحدثنا بأن النبي ليس شاعرا، ويرد على تلك الدعوة التي اتهم بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما اتهمه به المشركون أنه شاعر مجنون. في أكثر من آية نجد أن القرآن ينقل لنا أن المشركين قد اتهموا النبي بأنه شاعر، وردهم القرآن الكريم قائلا: بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. القرآن كذبهم وردهم، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. طبعا نحن لا نريد أن نذم الشعر هنا بطبيعة الحال، نريد أن نوجد تماما أن نوجد فاصلا بين لغة القرآن ومضمون القرآن وأسلوب القرآن وأسلوب الشعراء. وهذا ما لاحظنا أن كبار العرب والشعراء والأدباء قد اكتشفوه وتحدثوا عنه منذ صدر الإسلام إلى يومك هذا. نجد أنه حتى بعض المشركين صرحوا بهذا الأمر، أن هذا القرآن ليس شعرا، وليس أن أعلاه لمثمر وأن أسفله لمغدق وأن له لحلاوة وعليه لطلاوة وما هو بقول البشر. فإذا
هذه الملاحظة الأولى على يعني هذه الملاحظة الوقفة الثانية الأولى، سمح. دعني أقول نعم. الوقفة الأولى بالملاحظتين اللتين نعم. ذكرتهما. نعم. الوقفة الأولى عند المقايسة بين الوحي والشعر. نعم. النقطة الثانية التي جاءت في كلام صاحب هذه النظرية هي المقايسة بين القرآن والعرفان، يعني بين الوحي، بين تجربة النبي الوحيانية إن صح التعبير، وبين تجربة العارف نعم. الشهودية. شهودية. فصاحب هذه النظرية يقول أن الوحي هو تجربة شهودية، وإن كان برتبة أرقى مما عليه، لأنها تحصل فقط لدى الأنبياء. تماما. نعم. برتبة أعلى مما عليه العرفاء مثلا. وهنا أيضا نحن مضطرون أن نفند هذا الكلام ونقول بأن هذه المقايسة غير موفقة، وأن الفارق شاسع وكبير وبالغ الهوة بين القرآن من جهة وبين الكشف الذي يصل إليه العارف من جهة أخرى. وتوضيح ذلك أن الكشف، طبعا الكشف هو مصطلح عرفاني يراد منه وصول الشخص العارف أو الصوفي أو السالك بحسب ما يسمى، أو السالك بعد تجربة روحية طويلة ومجاهدة مستمرة للنفس ومراقبة دائمة، أو قل بعد ما يسميه العرفاء أسلوب التخلية والتحلية ثم التحلية ثم التجلية. نعم. فيخلي هذه النفس من غرائزها شوائب، ثم يحليها بالفضائل وبمعرفة الله سبحانه وتعالى حتى تصل في ذروة هذه التجربة الروحية إلى مرحلة الانصهار بالحق جل وعلا، لا على طريقة الحلول أو مذهب الحلول تماما يعني كما يراه بعض الصوفية، وهو خاطئ بكل تأكيد، لا على أساس الحلول أو الاتحاد. فيرى هؤلاء أن العارف في ذروة هذه التجربة الروحية يصل إلى مرحلة الشهود، بحيث تنكشف له الحقائق لا عن طريق البرهان العقلي، بل عن طريق الكشف الروحي والشهودي والوجداني، عن طريق القلب. وأساسا العرفاء يعني يعتبرون أن المعرفة القلبية لا تساوي شيئا أمام المعرفة أرقى المعارف الشهودية. يعني سمحت الشيخ. ولذلك نجد أن بعضهم يقول أن أصحاب التجارب العقلية، يعني أصحاب البراهين العقلية، هم كأنما يمشون برجل خشبية، نعم، بينما العارف يمشي برجل من عظم ولحم. نعم. فهذا ما يسمى الشهود، التجربة الشهودية. هل القرآن الكريم، هذا الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو حصيلة شهود وتجربة روحية وصل إليها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب كلا بكل تأكيد، والفارق شاسع بين الأمرين. وأبين ذلك باختصار، فأقول بأن يعني الشهود هو تجربة روحية يسعى فيها السالك للوصول إلى مرتبة من القرب المعنوي من الله سبحانه وتعالى. وإذا سلمنا أن ثمة كشفا شهوديا يحصل للعارف كما يقولون، فإن هذه التجربة، هذه النقطة المهمة، غير محصنة من الخطأ، غير معصومة من الخطأ، من الخطأ الإنساني. نعم، غير معصومة من الخطأ. نعم. هذه التجربة الروحية، هذا الكشف الذي يصل إليه العارف في نهاية هذه التجربة، هذا ربما تدخل فيه الانطباعات الشخصية أو بعض الأهواء، ربما تدخل فيه بعض المسبقات الفكرية، فهو ليس معصوما من الخطأ. والشاهد الأكبر على صحة ما أقول أن كل عارف هو أن العرفاء يتناقضون أو يختلفون في كثير من الأمور. نعم، واضح. ونحن في حلقة سابقة حدثنا عن العرفان، ربما ذكرنا بعض هذه النماذج. تجد أن العارف الذي خرج من بيئة تنتمي إلى
خط التشيع وخط أهل البيت ينكشف له أن أمير المؤمنين هو خاتم الولاية كما يعبرون، وأنه هو الأقرب إلى رسول الله يوم القيامة. بينما تجد أن العارف كابن عربي على سبيل المثال الذي خرج من بيئة تحسب على خط التسنن ينكشف له أشياء مغايرة لذاك العارف، فهو يرى أن مثلا مرتبة بعض الخلفاء أن خاتم الولاية ليس علي بن أبي طالب وإنما شخص آخر، وأن مرتبة بعض الخلفاء هي أرفع بكثير مما عليه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. لذلك هذا دليل على ماذا؟ اختلاف وتنوع في الرؤى. وذكرنا في هناك الحلقة التي أشرت إليها سابقا ذكرنا نماذج من هذا المعنى. فهذا شاهد على أن الحصيلة المعرفية، الحصيلة الشهودية التي يتوصل إليها العارف، هذه ليست محصنة ضد الخطأ، الأمر الذي لا يمكننا أن نجعل هذه التجربة ميزانا للحق والباطل. بينما الوحي هو باعتقادنا وباعتقاد القرآن الكريم نفسه هو محصن من الخطأ، ولا يمكن للشيطان أن يقترب من الوحي الإلهي. وقد ذكرنا في حوار سابق عندما تحدثنا أن الشيطان لا يمكن أن يوسوس للنبي، وأنه إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى. لا هوى النفس يمكن أن يفرض نفسه على النبي، ولا وساوس الشيطان يمكن أن تفرض نفسها على النبي. لذلك يأتي الوحي ممثلا للحق وللنور المبين، ولا يمكن أن يدخل فيه لا الهوى ولا الأنا وما إلى ذلك. يعني هذه نعم تفضل. فتجربته إذن فالقرآن الكريم على هذا لا يمكن أن يقاس بالوحي إطلاقا. طبعا إذا عدنا سمحت الشيخ سؤال بسيط قبل أن نذهب إلى المحور الثاني. إذا عدنا وركزنا هذه النظرية سمحت الشيخ، يعني هي لا تنفي الوحي، لا تنفي مصدرية الوحي، وإنما تقول أن الوحي هو موجود، وإنما الإلهام والعطاء أو تشكيل المعاني القرآنية حسب ما يقول صاحب الكتاب أنها من قبل النبي. يعني هنا الوحي، يعني ما دور الوحي في هذه التجربة سمعت الشيخ؟ يعني هل هو عبارة عن هواء؟ هل هو عبارة عن إلهام؟ يعني ماذا الوحي؟ جيد، دعني فقط دعني أكمل بشكل مختصر هذه الفكرة بكلمة مختصرة وآتي إلى سؤالكم. جميل. وهو سؤال محوري، لأن صاحب هذه النظرية يعتقد أن القرآن هو منتج نبوي وليس منتجا إلهيا، وهذه باعتقادي أهم نقطة في كلام صاحب هذه النظرية، سأتي إليه. لكن كما قلت علينا أن نفرق بين القرآن بين الشعر والعرفان، بين القرآن وبين العرفان. العرفاء كما قلت قد يختلفون في ما يتوصلون إليه من كشوفات، بينما الأنبياء لا يختلفون. شوف هاي النقطة اللي أردت أضيفها، العرفاء قد يختلفون ويخطئ بعضهم البعض الآخر. وقد خطأ حيدر الآملي العارف الشهير الشيعي، خطأ ابن عربي في أكثر من مورد، وهكذا آخرون خطأوه، وحتى في ضمن المذهب الواحد سمحت الشيخ تماما قد يحصل مع السهروردي وابن العربي وغيرهم. طيب. يعني بينما الأنبياء ينهلون من معين واحد وليس ثمة أي خطأ. لا نجد أن نبيا من الأنبياء يقول أن النبي الذي سبقني كان على خطأ، بل نجد أنه كما قال القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه، هذا كلام يحكيه القرآن على لسان عيسى، مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يصدق السابق ويبشر باللاحق. وكما قال نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لا ينكر جهود الأنبياء السابقين. نعم هناك ظاهرة، صحيح هناك ظاهرة لدى الشرائع السماوية، وهي ظاهرة النسخ. أن يأتي حكم وينسخ حكم شريعة سابقة، لكن هذا لا يعني الخطأ. نسخ الحكم السابق غاية ما يعني أنه قد انتهى مفعوله وأمده، لكن هذا لا يعني أنه كان خاطئا. النسخ يتضمن إقرارا بصحة الحكم السابق، لكن النسخ ماذا يقول؟ يقول أنه كان حكما محدودا
في عمود الزمن وليس مستمرا إلى يوم القيامة. جميل. فلهذا كما قلت لابد لنا أن نرفض هذه المقايسة التي يعني تحاول أن تقول أن تجربة الوحي هي تجربة عرفانية، شتان بين الأمرين. وقرينة أخرى أذكرها في هذا السياق، فضل. أن العارف عندما ينكشف له شيء يقول هذا حصيلة كشفي، هذا ما توصلت إليه من خلال الشهود ومن خلال هذه التجربة الروحية التي خضتها حتى وصلت إلى مرتبة الشهود، ولا يزعم إطلاقا أن ما عنده هو وحي. بينما النبي يقول أن هذا وحي إلهي. فلو كان لو كان القرآن الذي نطق به نبينا الأكرم هو تجربة عرفانية، هو حصيلة تجربة عرفانية، فكيف ساغ للنبي أن يقول هذا كلام الله منسوب إلى الله عز وجل؟ هذا خداع. وحاشا أن يكذب رسول الله أو أن يتفوه بغير الحق. نعم. هذا هو يعني المناقشة في هذه المقايسة. أما السؤال الجوهري الذي ذكرتموه، حيث نجد أن صاحب هذه النظرية يقول بأن القرآن هو منتج نبوي، للنبي دور محوري في خلق القرآن. هذه تعبيراته يعني حتى نعم، يعني في كتاب القبض والبسط في التجربة النبوية كلام واضح في أكثر من مصدر سماحة الشيخ. دعني أنقل لا بأس يعني بذلك. تأكيدا لهذه الفكرة حتى لا يظنن أحد أننا يعني لا سمح الله نفتري على الرجل. نعم. يقول طبقا للرؤية التقليدية لم يكن النبي سوى وسيلة حيث يؤدي إلى الناس ما يأتيه به جبريل، ولكنني أرى، أي صاحب هذه النظرية، ولكنني أرى أن النبي كان له دور محوري في خلق القرآن. لاحظ هذا التعبير. كلمة أخرى، ويقول أيضا إن النبي خالق للوحي بشكل آخر، فالذي يحصل عليه من الله، هي نقطة مهمة بدي الأخوة المشاهدين يلتفتوا لها. فالذي يحصل عليه من الله هو مضمون الوحي، ولكن هذا الوحي لا يمكن بيانه للناس بذلك المضمون، لأنه يفوق مستوى فهمهم، بل هو فوق مستوى الكلمات. فهذا الوحي فاقد للصورة، وعلى النبي أن يصوغه في إطار صوري ليجعله في متناول فهم الجميع. فيقوم أي النبي كما يفعل الشاعر بصياغة هذا الإلهام بأدواته اللغوية وأسلوبه الخاص وما يتوفر له من علم وثقافة، كما أن لشخصه دورا مهما، لشخص النبي شخصه البشرية دورا مهما في صياغة هذا النص، وكذلك سيرته وحياته، بما في ذلك والده ووالدته ومرحلة صباه وحتى حالاته الروحية. ويضيف: ولو قرأتم القرآن تشعرون أن النبي أحيانا يكون في قمة الجدل والفصاحة في القرآن، الجدل والفصاحة، بينما يكون في أحيان أخرى مفعما بالملل، وتجده عاديا في كلامه، وينعكس ذلك في القرآن. وجميع ذلك ترك تأثيره على النص القرآني، وهذه هي الناحية البشرية التامة من الوحي. إذن هذا الكلام واضح أن القرآن بصياغة نبوية ومضمون إلهي، فللنبي لشخص النبي دور في صياغة هذا القرآن. فصياغة القرآن صياغة بشرية، الوحي هو مضمون متعالي لا يمكن لهذه اللغة أن تحوطه أن تحيط به، فيأتي النبي ويصوغه بلسانه. فالقرآن الكريم إذن هو ذو مضمون إلهي وصياغة بشرية. هذه هي النظرية. يعني الخطورة سماحة الشيخ، دعنا نتحدث يعني ولو إجمالا قبل التفصيل، الخطورة هنا أين تكمن؟ يعني بحسب ما فهمت من كلامكم أن القرآن الكريم بمضمون أو مضمون الوحي مع صياغة النبي، ولكن في بعض الإشارات في الكتاب سماحة الشيخ يقول صاحب الكتاب أن القرآن أيضا
بحسب ما صاغه النبي يتشكل بحسب الزمان والمكان، يعني بحسب الأحداث التي كانت تحدث للنبي، يعني أنه الطابع البشري طاغي بشكل كبير. سوف نناقش هذه النقطة سماحة الشيخ وتفاصيلها، ولكن بعد هذا الفاصل. إذن أعزائي المشاهدين مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر، فاصل قصير ونعود بعده، فابقوا معنا. كأنه قامت لأيامي. لك وحياة من طعمني عرق يدفعوا ثمن كل دقيقة من يوم ما بناني فيها البدو لهلا. انت بتعرف شو يعني ابو عرب يهرب من الحبس؟ بتعرف؟ يعني قامت لقيامي. ما في شيء يا رجال الشعور، مسخري بالغوالي هربت من الحبس وصار حر. بينات، موقع مؤسسة سماحة الفقيه المجدد، المرجع السيد محمد حسين فضل الله قدس سره. استفتاءات ومواضيع فقهية، استشارات دينية واجتماعية، مقالات ودراسات إسلامية، قضايا فكرية واجتماعية، محاضرات صوتية ومرئية. تراث العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله. موقع بينات الإلكتروني، موقع للإسلام والحياة. www.bayinat.org.lb. إن الغرام هو الحياة فمت به صبا، فحقك أن تموت وتعذر. يا قلب أنت وعدتني في حبه صبرا، فحاذر أن تضيق وتضجر. عودة معكم أعزائي المشاهدين مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر من جديد. أذكركم أن موضوع حلقتنا لهذا اليوم والذي هو بعنوان بسط التجربة النبوية، وأيضا أنوه للسادة المشاهدين ومستمعين عبر أثير إذاعة البشائر أن موعد البرنامج إن شاء الله في شهر رمضان المعظم سوف يكون على الساعة 6 مساء بتوقيت بيروت. سمحت الشيخ، نعود إلى جوهر النظرية. يعني قلتم قبل قليل أن صاحب النظرية يقول أن مضمون أن الوحي هو المضمون والصياغة نبوية، يعني كيف ذلك؟ هذه كما قلت هذه النقطة محورية وهامة جدا، والحقيقة أن الأدلة لا تسعفنا إلا على رفض هذا الكلام جملة وتفصيلا. ويمكنني أن أذكر اعتبارين أساسيين. الاعتبار الأول لرفض هذا الكلام، وهو الاعتبار الأهم، أن هذا الكلام أو هذه النظرية لا تنسجم إطلاقا مع آيات القرآن الكريم. فآيات القرآن الكريم تتحدث بشكل لا لبس فيه وبلسان مبين أن القرآن نصا ومضمونا، روحا وشكلا،
لفظا ومعنى هو من عند الله عز وجل، وأن دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو نقله إلى الناس وما ينطق عن دون الهوى زيادة أو نقيصة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أي تصرف في هذا القرآن دوره هو الناقل الأمين لوحي الله، وسوف أتحدث إن شاء الله عن هذا الدور. وإليك بعض هذه الآيات القرآنية التي تبطل هذه النظرية. الآية الأولى قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. هذه الآية ماذا تقول للنبي؟ تقول للنبي أنت اصطبر حتى يتم وينتهي الوحي الإلهي، بعد ذلك تنقله إلى الناس. الآية الثانية قوله تعالى، وهذه آية في غاية الأهمية: نعم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ماذا تقول هذه الآية؟ تنهى النبي عن أن يتعجل بقراءة القرآن وتلاوة القرآن على الناس. تقول له لا تستعجل، ما تخاف، يعني كأنما النبي يتعجل في قراءة القرآن على الناس حتى لا يفوته شيء من شدة حرصه وأمانته على القرآن الكريم صلى الله عليه وآله. فهذه الآيات تقول له يا محمد لا تخف، لا تستعجل، فنهته عن أن يستعجل. لو كان القرآن هو من صياغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا معنى لمثل هذا النهي، هو صياغته. تقول له أنت ما تستعجل، ما تخاف، نحن نتكفل بحفظه، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ولذلك هذه الآية باعتقادي من أهم الآيات التي تبطل هذه النظرية وتثبت بشكل واضح بأن القرآن نصا ومضمونا من عند الله عز وجل. نعم. الآية الثالثة، نبقى مع الآية الثالثة سماحة الشيخ بعد أن نأخذ اتصال معنا على الهواء مع الأخت حسن من سوريا. السلام عليكم أخوتنا الكرام. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أنا قبل ما نشكر فضيلة الشيخ، مبين أنه صاحب هالنظرية يعني لم ينكر القرآن، بل أكيد لم يفهم القرآن، لأنه مجموعة أنبياء لو اجتمعوا سويا مع تجاربهم لا يستطيعون أن يصيغوا كلمة من هذا القرآن. يعني يكفي سورة التوحيد، وهذا الإنسان الظاهر أنه لم يفهم الشاعر والعارف بحقيقة أمر، لأنه مهما سبح الشاعر والعارف في تخيلاته يبقى مقيدا إلى موقع معين وطبيعة خاصة فيه وليس للعالمين وللكون كمان. ويكفي كلمة إن أنزلناه إنه غير صياغة بشرية، يعني مهما كانت، وغير صياغة نبوية، وإذا أراد شيئا أن يقول وهو مهم الشرح يطول. نعم. نشكر فضيلة الشيخ على التوضيح بأنه أهل بيت النبوة، هذا الإنسان اللي عم بيعمل محاضرات للأسف الشديد أنه في آيات حذفت من القرآن، والشيخ فضيلة الشيخ وضح الأمر بأن أهل بيت النبوة ومن تبعهم بإحسان أنه متمسكين بحرفية القرآن قراءة وتلاوة نعم. وبشمولية القرآن تفسيرا ومعنى، وبرحمة القرآن نزولا وتبليغا. للأسف الشديد هناك من يدعي النقص إما عن جهل وإما عن قصد، ولكن الحمد لله في كثير من المفسرين لمذهب أهل البيت، هذا المذهب اللي جامع لإيجابيات كل المذاهب الإسلامية تقريبا، ولحتى جامع لجميع الرسالات الإلهية، أكدوا على حرفية كلماته المكتوبة، وإن اختلف البعض في التأويل معتمدا على السنة ببعض الأقاويل
يظن أنها حاسمة وتوضح آية معينة. هلا هناك من سلط الضوء على هذه التفسيرات وإن لم يكن حاسما، مثل تفسير المنار محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، وقال إن التفسير لآية معينة لأتباع أهل البيت النبوي هو خاطئ ويخالف الآية القرآنية هذه، بل اعتمد على قراءات شاذة لم تثبت قرآنا، بل أولت بالاستناد إلى أحاديث مشكوك في صحتها، لأنه وكما قال صاحب المدرسة الجعفرية الإمام المعصوم الصادق عليه السلام: كل حديث يسمع عنا يطرح على القرآن فاعرضوه على كتاب الله، لا يؤخذ يضرب به عرض الحائط. وأهل بيت النبوي هن أول من عرفوا بأنهم من السيد الأول عليه أفضل الصلاة والسلام سيدنا النبي، عرفوا أنهم كانوا قرآنا متحرك، ولذلك لم يثبت لأحد منهم أنه عمل بهذه الآية. وكرامتنا عند الله أن يقولوا الإنسان قالوا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: كبر مقتا عند الله أن يقولوا ما لا يفعلون. وطالما أنه أهل بيت النبوة لم يفعل منهم أحد بهذه الآية، ألا وهي آية المتعة المؤقتة. وشكرا جزيلا لكم. لم يثبت قرآنا إنها موجودة على تفسير بعض المفسرين ومنهم محمد رشيد رضا رحمة الله عليه. عموما يعني إن شاء الله يعني في بعض الآيات القرآنية يعني يكون تفسيرها في حلقات أخرى إن شاء الله، ممكن أن تكون يعني حلقات قادمة. شكرا لك أختي أم حسن على هذا الاتصال. سمحت الشيخ نعود إلى أو على التركيز في حول القضية التي تثبت أن القرآن مضمونا وشكلا ولغة هو من عند الله عز وجل. نعم، يعني كنا في هناك آية ثالثة. الإجابة الأولى نحن نعم. كنا نستعرض جملة من الآيات القرآنية التي تثبت بشكل واضح لا لبس فيه أن القرآن نصا ومضمونا من عند الله عز وجل، شكلا وروحا، لفظا ومعنى هو من عند الله عز وجل. وقد ذكرنا آيات قرآنية. الآية الثالثة ذكرنا آيتين، والآية الثالثة هي قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية في سورة النساء. لاحظ معي قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله، لو كان هذا القرآن من عند غير الله، أي أن هذا القرآن، والقرآن عندما نقول القرآن ماذا يعني؟ هذا الكلام لفظا ومضمونا، نصا وروحا، هذا من عند الله. القرآن لو كانت الصياغة من محمد والمضمون من عند الله عز وجل لما صح أن يطلق القول هو من عند الله. فعندما تقول الآية إن هذا القرآن هو نازل، وكم هي الآيات القرآنية التي تتحدث عن إنزال القرآن الكريم من عند الله عز وجل. هذه يعني الآية ونظائرها كثير في القرآن الكريم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. لتلقى القرآن مش المضمون، القرآن لفظا ومعنى، يعني هذا هو القرآن. قرأنا أيضا سابقا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. علمه، هذا جبريل كان يعلمه اللفظ والمضمون. طبعا هنا سمحت الشيخ نزل به الروح الأمين على قلبه. يعني نحن هنا نتحدث فقط عن الآيات القرآنية، هناك أيضا شواهد من الروايات والأحاديث والسير. تماما. أنا أريد واضح جدا أن إذا جئنا إلى السنة سوف نجد العديد من الآيات التي تتحدث عن أنه كيف كان جبرائيل ينزل على رسول الله ويعارضه بالآيات القرآنية ويتلوها عليه ويقول هذه كذا وهذه كذا. حتى في حجة الوداع نزل عليه مرتين فنعى النبي نفسه، قيل له لماذا؟ قال لأن جبريل كان يعارضني بالقرآن، كان ينزل يعني يملي علي القرآن مرة واحدة، وهذه السنة نزل علي مرتين. وخصوصا سمحت الشيخ أن النبي كان يسأل. الروايات الواردة عن الأئمة من أهل البيت سلام الله عليهم من أن هذا القرآن الكريم لم يزد فيه حرف، وأنه من عند الله، وأن النبي نقله كما نزل عليه، فهي فوق حد الحصر. لكن أنا اكتفيت بذكر جملة من الآيات القرآنية التي لا تخضع لمشكلة السند وما إلى ذلك، لأنه هذه سوف نعود إلى سوف نستفصل في هذه النظرية سمحت الشيخ، لأنه معنا الأخ عباس يبدو
أخ عباس ومنذ مدة معنا على الهواء. أخ عباس من الكويت، أهلا ومرحبا بكم. الله يعزكم، تفضل. الشيخ اللي يحب الله عز وجل يصلي على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. من يصدركم لا تشفيكم المستمعين والمشاهدين. شكرا. أخوي المداخلة واللي طلب صغير أنت تكرمتوا لي. تفضل. المداخلة عن الوحي هذا. نعم. في واحد يدعي بالعراق انه هو ابن الامام المهدي. هل هذا الانسان صادق؟ هل هذا الانسان صادق بما يدعي؟ دعوة المهدوية اخي عباس، يعني دعوة المهدوية والحوزات او هذه تاخذ المعلومات من هذا الانسان. تفضل. يعني انا فقط اردت ان استوضح السؤال اخي عباس، يعني الدعوة يعني بالعراق يعني هناك من يدعي المهدوية، يعني هذا هو سؤالك. نعم يعني استوضح، اصبح واضح. خلنا اكمل. نعم تفضل اخي عباس. مثلا من اللي يمون هذا الانسان، يعني مثلا محطه وما ادري شنو الى اخره، يعني لا نفوذ هذا. هل في مثلا الحكومه العراقيه راضيه على هذا الشيء؟ هل الحكومه الايرانيه راضيه على هذا الشيء؟ يعني واحد يدعي يقول انا المهدي، يعني الناس تسكت، يعني ما في احد مثلا جادوي يوقف عند حده. نعم هل يتكلم يقول انا امام المهدي؟ واضح هذا مثلا حاطينه على اساس انه يخرب بين الشيعه. هذه من ناحيه اذا تكرمتوا. اما طلبي منكم من محطه الايمان ان شاء الله، وان شاء الله تكونون على درايه بهذا الشيء، يعني تخدمون الناس وانتم ان شاء الله تخدمون الامه هذه. نعم. في عندنا ايتين في سوره النساء وسوره الشورى، هذه اليوم احنا اليوم كله ذبح مذابح، كله ذبح مذابح، كل المسلمين وبين المسلمين. يعني لو نحط الايتين هذول اذا تكرمتوا، وعلى مثلا والمحطات الفضائيه الاسلاميه ان كانت تدعي انها شيعيه او سنيه، مثلا الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم: ان الله يامركم بان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. الآية هذه لو دائما احنا نخليها، والمحطات الفضائية الإسلامية خليها الناس هذه تنتبه ان شنو هي مسؤوليتها، هذا هو أصول دينهم. الصورة الثانية، الآية الثانية مثلا سورة الشورى الآية 15 تقول: بسم الله الرحمن الرحيم: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت، هذا عن نبينا محمد، وأمرت لأعدل بينكم، لأعدل بينكم. نعم. الله رب وربكم. باختصار أخي عباس. نعم باختصار أخي عباس. نعم إذا تكرمت لي، سؤال باختصار. هذه تثبت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء ليقتل الناس ليشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا جاء ليعدل بين الناس، العدالة بين الأديان، رحمة للعالمين. خلي الصورتين هذول، الآيتين هذول عشان الناس تشوف وتستوعب ان الله عز وجل مثل ما قال ابو هريره، قال رسول الله: امرت استوعبنا اخي عباس. لما الكذاب هذا ابو هريره دمر لا اخي عباس، نحن استوعبنا السؤال، حياكم الله وشكرا لك على هذه المداخله وعلى هذا السؤال. سمحت الشيخ، نعود الى مساله الدليل على ان القرآن الكريم الذي هو بين ايدينا مضمون ولغة من عند الله عز وجل. أتيتم بآيات قرآنية وأردتم إضافة لهذا الأمر. ما هو الدليل الثاني الذي أكتفي به وأختصره هو أنه بناء على هذه النظرية التي ترى بأن النبي هو المنتج للقرآن في لغته ونصه وشكله، يتوجه سؤال كبير إلى أصحاب هذه النظرية، أنه ما الفارق بين القرآن والسنة والحديث القدسي إذا كان النبي كما يرى صاحب هذه النظرية بسبب قربه المعنوي من الله تعالى، بسبب تجربته الروحية مع الله عز وجل، وصل إلى مرحلة أصبح معها هو لسان الله ينطق عن الله. فالسؤال: لما اختلف نص القرآن عن السنة؟ لما اختلف القرآن عن السنة؟ في أكثر من وجه، يعني كان كلام واحد سمعت الشيخ. نعم. لما لم يكن كل ذلك قرآنا؟ لما لم يكن كل ذلك سنة؟ نعم. مع أننا نجد
يعني بشكل واضح يدركه كل إنسان سوي وعاقل وفاهم للنص العربي، أن البون شاسع بين القرآن الكريم وبين السنة، بين لغة القرآن ولغة السنة. فلغة القرآن تمتاز بالفصاحة، بالبلاغة، بقوة المضمون، بينما السنة على فصاحتها فإنها لا ترقى إلى كلام الله سبحانه وتعالى. نجد أن القرآن الكريم قد تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بينما السنة حتى مع القول بحجيتها فإن الله لم يتكفل بحفظها. نجد أن يعني القرآن الكريم كلام معجز، وقد تحدى الله سبحانه وتعالى العرب بأن يأتوا بمثله فعجزوا، بينما السنة لم تكن تمثل إعجازا. ولهذا صاحب هذه النظرية لم يقدم جوابا واضحا إذا كان النبي بسبب قربه من الله قد أصبح لسانه ينطق عن الله عز وجل. لماذا اختلف هذا اللسان بين قرآن وبين سنة؟ نعم. فليكن كل ذلك قرآنا واحدا، كل ذلك نعم. سنة. طبعا سمحت الشيخ في المقابل يعني ركائز، إذا لاحظنا ركائز هذه النظرية، يعني أن النبي محمد هو خالق القرآن، أن النبي محمد له دور فاعلي في القرآن بحيث أنه كان يسير في الأرض والآيات تتشكل، يعني كان بحسب يعني القرآن وكأنه أحداث نبوية خالصة. يعني البعض يمكن أن يقول أن هذه النظرية قد تعلي من شأن النبي، إذ النظرية الأولى سماحة الشيخ المتفق عليها إسلاميا أن النبي يمثل هنا فقط دور مرسل الرسالة، أو دور مثل ما يقال دور أنه ساعي البريد، يعني بحسب يعني بين قوسين سماحة هو الشيخ يذكر يعني. هذا الاعتراض. نعم. ويعتبر أن نظريته ترفع من مقام النبي، لا يغدو معها النبي مجرد لاقطة أو مجرد مكبر للصوت. نعم. ويقول أن النظرية التقليدية أن النبي مجرد ناقل للصوت. طبعا هذا بينما بناء على نظريته التي ترى أن النبي خالق ومنتج للقرآن، فهذا معناه أنه نعلي من شأن النبي. أنا أعتقد أنه ليس هكذا يكون إعلاء شأن النبي، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. دور النبي ليس في أن ينتج كلاما هو كلام من عند نفسه ثم ينسبه إلى الله. إن كون النبي ينقل لنا كلام الله هذا لا ينقص من قدره، فليس كل شخص يستطيع أن يكون مؤهلا أن يصل إلى مرحلة يتلقى معها وحي الله وكلام الله. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الأشخاص الذين يصلون إلى هذه المرحلة هم أشخاص ذو حظ عظيم، بلغوا من القرب المعنوي والروحي من الله ما لا يصل إليه ملك مقرب ولا عبد مؤمن ولا غير ذلك. فلهذا لا أعتقد أن النظرية التقليدية السائدة إذا صح التعبير يعني تدني وتخفض من شأن النبي، بينما نظريته هو ترفع من شأن النبي. فنحن لا نريد أن نرفع من شأن النبي على حساب أن نذم ونسقط من كلام القرآن، بل أعتقد أن هذا ليس إعلاء لشأن النبي، لأنه كيف يكون إعلاء لشأن النبي أنت تعلي شأنه بأن تقول هذا هو من إنتاجه ومن خلقه، ومع أن هذا النبي يقول هذا وحي الله. هذا معناه أن النبي والعياذ بالله يمارس الكذب والخداع، وهذا يجل عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا تعليقا على أسئلة الإخوة، يعني الأخت أم حسن يعني تقول حول نظرية الشعراء، أنا هنا سمحت الشيخ لا أجد أي شاعر وأي عارف قال بنظرية خلق القرآن، يعني أنه القرآن هو من خلق النبي، إلا ما هو يعني معاصر من نظرية الأستاذ الدكتور عبد الكريم سروش. طبعا سؤال الأخ عباس من الكويت سماحة الشيخ حول حركة المهدوية، يعني ادعاء المهدوية، يعني ما حقيقة هذه الحركات وما هو مستندها؟ أنا دعني يعني أعطي الأخت أم حسن أيضا كلمة بسيطة أظنها تحدثت عن قراءات شاذة فيما يتصل بآية المتعة، ونقلت عن محمد رشيد رضا أنه اعتبر أن هذه القراءة شاذة ولم تثبت عن أهل البيت أو ما إلى ذلك. نحن هذا الكلام يشير فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. يوجد في قراءة يقال
فما استمتعتم به منهن مثلا إلى أجل مسمى، شيء من هالقبيل. ربما كانت تشير إلى هذا المعنى إذا لم يعني أخطئ، لأنه بحسب ما سمعت من كلامها. فأقول نحن يعني يمكن لمن يؤمن بشرعية المتعة كأتباع أهل البيت عليهم السلام أن يثبتوا رأيهم بعيدا عن هذه القراءة، أن نفس الآية الموجودة في القرآن الكريم كافية باعتقادهم لإثبات شرعية المتعة، وهذا له بحوث مستفيضة وألفت فيه كتب كثيرة في هذا المضمون. هذا ناهيك عن أنه حتى لو تم النقاش في دلالة الآية على شرعية المتعة فإن ثمة روايات مستفيضة في كتب واردة من طرق الفريقين تثبت أن المتعة كانت شرعية في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن وقع الخلاف بعد ذلك أنه نسخها أم لا. أما في مدرسة أهل البيت فيؤكدون بشكل قاطع لا لبس فيه أن الآية لم تنسخ، وأن المتعة بقيت شرعية، وأن النبي لم ينهى عنها، بل إن بعض الروايات تشير إلى أنه قد مورست حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والثالث يعني. بالنسبة لدعوى المهدوية مع الأسف الشديد لقد كثر الكذابون الذين يريدون من خلال الانضواء تحت عباءة المهدوية يريدون الافتجار بالناس والتلاعب بعواطفهم، يريدون أن يبنوا عروشا مادية لهم من خلال العبث واستغلال هذه العقيدة. وهذا ليس بالأمر الجديد، فلطالما تعرضت العقيدة المهدوية للتشويه وللادعاءات الكاذبة سواء في الوسط السني أو في الوسط الشيعي، لكن الذي يحكمنا أنه من ادعى الرؤيا قبل الصيحة وظهور السفياني، هذا حديث وارد عن الأئمة من أهل البيت، فهو كذاب. والقدر المتيقن بالنسبة لدعوى الرؤيا هو دعوى الرؤيا مع ادعاء السفارة أو النيابة، فضلا عن ادعاء المهدوية. إن الله سبحانه وتعالى إذا أذن للمهدي بالظهور فلن يترك أمره غامضا، بل سيعطيه حجة واضحة تقيم الحجة على كل الناس. ولذلك بدل أن تستهلكوا أوقاتكم في التفكير في علامات الظهور وهل ما يجري في العراق هو علامة ظهور أم لا، فكروا في شروط الظهور ومقدمات الظهور، وهذه هي مسؤوليتنا بأن نهيئ الأرض للقادم المهدي المنتظر والموعود المخلص، لأنه لن يخرج إلا وبيده إلا بعد أن تتهيأ الأرضية الصالحة أمامه، آنذاك يخرج ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. سمحت الشيخ، أنا في ختام هذه الحلقة أشكرك جزيل الشكر وأقول لك رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. يعني نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم في حلقة جديدة وأيضا من موضوع جديد إن شاء الله في شهر رمضان. شكرا لكم سمحت الشيخ، كما أشكركم أعزائي المشاهدين مستمعين عبر أثير إذاعة البشائر على حسن المتابعة والانتباه. أقول لكم رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين على 6:00 مساء بتوقيت بيروت. لكم أطيب المنى وأطيب التحيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.